السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، الف مبروك لكل راجل اهلاوي على 11 اللي نورت الجزيرة ونورت تيشيرت النادي الاهلي. سمعكم حاجة حلوة كده قبل ما الناس ما تجمع معانا. واحد واحد زي ما قلنا. مبروك علينا 11. حبايبي اللي منورين لي دايما. بابا جاية حبيبتي ايه؟ زي الفل عليك يا حاج سليم، نورني والله. مبروك علينا كلنا، مبروك يا رجاله، دايما وشنا حلو على بعض والله. مبروك، قول لهم باي باي. مبروك. ايه لا 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 لا. الاهلي كسب. لا 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 لا. مبروك علينا 11 يا حاج سليم، دايما منورني والله على اللايف. حبيبي ربنا يخليك. سمعكم بقى حاجات بقى. ايه النهارده يوم مش عادي النهارده. الراجل في الملعب اهلاوي 90 دقيقة على المكسب اهلاوي بيلعب لنادي الوطنية اهلاوي الفوز ده ليك حاجه. اهلاوي اهلاوي والفخر ليا أنا نادي القرن في القارة هو نادية وأعيش وأموت وأفضل عشانه وهو فوق دايما مكانه. لا 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 لا. أهلاوي أنا والفخر ليا أنا نادي القرن في القارة هو نادية وأعيش حبيبي يلا توته. ايه وأفضل عشانه وهو فوق دايما مكانه. لا 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 لا. نسمع حاجه جامده بقى. نسمع حاجه جامده بقى توته ولا ايه؟ ها نسمع حاجه جامده بقى. أيوة. دي بقى اللي بنجيبه بقى البطولات من بره بقى. دي بقى القهرة كل واحد بيتفرج.
أربع حروف كتبوا الإجابة. يلا إيه؟ فاكر الجروة مش هتسيبيني انا عارف. ايوه انا وترفع راسك اهلي. سمعتوا حاجه حلوه كده؟ سمعكوا حاجه حلوه كده قبل ما ارجع لكم تاني، قبل ما الناس ما تجمع، بس عشان ندردش كلنا مع بعضينا. اسمع 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 يا هلاوي يا محترم. اسمي الله في آخر 100 سنة، علت اسمي بلادي في كل زمن، وجمهوري معايا عمره ما انحنى، هو نسر شعاري اللي رسمنا، وأنا عمري ما أنسى دوري للبلاد، لما تطلبني تلاقيني. كنت متفائل يا حاج سليم؟ متفائل؟ أعظم كلام عشنا فيه من زمان بالتاريخ. نسمع بقى دي كلنا بنحبوها. يلا 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 يلا. تعالوا أسهر في الجزيرة. تبني يمضى الحماس كلمة تعرف فيها الأهلاوي أحمد صلاح حبيبي، ألف مليون مبروك علينا كلنا. كنت منورني والله في اللعب اللي فات، كنت انت شايف ان انا قلت التوقع بتاعي ان شاء الله هيخلص الماتش 1-1، وانت برضه كنت متوقع معايا النتيجه. حبيبي ابو حميد منور الدنيا حبيبي، ربنا يخليك. انتوا اللي منوريني على اللايف والله، بنفرح كلنا مع بعضينا والله. يا لهوي واستنى، لو حد عايز يسمع حاجه معينه يقول لي. النهارده احتفاليه جامده.
استنى بقى ابو حميد 11 راجل في الملعب. نسمع نسمع النهارده فرحه، بس فرحه وكلنا هنتكلموا دلوقتي ان شاء الله. الاهلي ده حياتنا، شفنا معاه المعجزات، ايه تاريخه كله يلا توته اغلى الانجازات، من صغرنا وراه بالازمه. ما ننسى. قول لهم مبروك يا توته، مبروك ال11، مبروك ال11، مبروك يا اهلي، مبروك يا أهل، مبروك يا كابتن بيبو، مبروك يا كابتن كيمو، حبايبي. حبايبي. افضل واقف في صفه لاخر الزمن، في الشده انا برضه ظهره، على درع الامل. دري زبا. ثواني. نسمع دي بقى. معلش يا حابه تطلع معايا في اللايف بقى ايه؟ معلش انا بغلس على الناس بيها يعني، بس ده كان وشها دايما حلو عليا يعني. بس سمع علينا دولة جوه دولة، أهلاوية عريقة، أصل يا مفرح، شعبه ليلة سعيدة، والأهلي عندي بالحياة، ونصره اليوم هو المنى، فريق ما يعرفش المحال. حبيبي يا عم سليم، قولي له باي باي يا عم سليم، باي باي يا عم. قولي له بحب الاهلي جدا، اعملي له لاف، يلا اعملي له لاف. بحب قلبي جدا. بحب الاهلي جدا. لا 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 لا. احنا ليك يا أهلي. دلوقتي يا جماعه بقى ايه، انا الحمد لله رب العالمين كلنا مزقططين وفرحانين بالبطوله ال11، ان انا واحد من الناس يعني كنت فرحان جدا لكولر عشان الراجل عمل. ثواني يا تمارا بقى عشان بكلم الناس بقى، عيب كده صح عيب كده ولا لا؟ قول لهم بحبكم. بحبكم. ماشي، بستنينا بقى اما بابا يتكلم. ماشي. طبعا البطوله 11 دي بطوله مميزه الحمد لله، ان كانت يعني البطوله ما كانتش لينا، يعني البطوله احنا كنا خارج عنها، ودي حاجه الناس مش فاهماها، يعني الناس اللي معلش مش فاهمه كوره، ناس متخلفه بتقول لك يعني ايه ان لولا ضربه جزاء قطر الطاهر ما كانش الاهلي وصل. ماشي تمام، كل بطوله ولازم يبقى يعني صاحب اللقب ليه جزء من التوفيق فيها. احنا بقى المفروض الحاجه دي تتحسب لينا مش علينا، احنا ناس استغلنا حته ان احنا كنا من فريق خارج البطوله من ضربه جزاء لقطر الطاهر، والحمد لله ان هي اتصدت، يعني في فريق نرجع بشخصيه بطل، نرجع بشخصيه ناخدوا البطوله من اقوى الفرق، وبناخدوا البطوله بره ملعبنا كمان. يعني المباراه كانت صعبه علينا، واحنا يعني صعبنا المباراه على نفسنا هنا في القاهره، بس الحمد لله رب العالمين احنا رحنا رجاله، وكانوا 11 راجل فعلا في الملعب. واكتر حاجه انا مبسوط لها ان يعني النهارده ومباراه امبارح بصراحه ان اللي عمل الاوفر علي معلول، وان اللي هدف عبد المنعم، ان الناس ديت عاشوا اسبوع بصراحه، الله يكون في عون علي معلول، يعني عاش اسبوع من ضغط نفسي. كل السوشيال ميديا كانت بتتكلم على ان علي معلول هو سبب الخطأ في مباراة الذهاب، حتى هو الراجل ما قدرش يتماسك في المباراة، وبعد المباراة قعد يبكي كتير، وكانت فرحتي فرحة كبيرة ان مش علي معلول الصراحة اللي يختم حياته في النادي الاهلي وهو سبب ضياع بطولة. يعني الحمد لله الراجل ده يستحق مننا كتير. الراجل ده لو هنتكلم كمحترفين طبعا، مع احترامنا طبعا لكل الجميع اللي جم في النادي الاهلي، انا بالنسبه لي في الجبهه الشمال دي سواء كان جilberto او علي معلول، فالاتنين من اميز الناس اللي لعبوا عندنا كمحترفين. والعظيم طبعا فلافيو اللي لعب عندنا راس حربه، دول بالنسبه لي انا اميز في الفتره الاخيره او في القرن الاخير، اميز ناس جت في النادي الاهلي محترفين.
الراجل مش باك شمال بس، الراجل هداف، الراجل بيحط لنا ضربات جزاء في بمنتهى السهوله. طبعا اي حد بيضيع وضيع في فتره من الفترات كده كام ضربه جزاء مش كتير، بس هو جاب الاكتر يعني. وكانش علي معلول يستحق مننا ان يختم حياته ان هو يبقى سبب ضياع بطوله من النادي الاهلي، وكانت بطوله سهله بالنسبه لنا، انه كنا 2-0 هنا ومعلش قدر ما شاء فعل. المهم اننا كنا الحمد لله يعني عن ثقه في فرقتنا وعن ثقه في النادي الاهلي، ان دي حاجه احنا اعتدنا عليها، ان احنا بنقدر ناخد الحمد لله بطولات من هناك. عايز اشكر كولر الصراحه، نرجع شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي لو كنا هنتكلم في اخر كام سنه، لما حتى كنا بنصعب المباراه على نفسنا هنا في القاهره، سواء بتعادل او بنتيجه مش احسن حاجه، بنطلع 1-0 ولا حاجه وبنروح نلعب بره ملعبنا في وسط الجماهير الكتيره جدا اللي بتبقى موجوده دي، وبتعمل ضجه وشماريخ ودنيا، وبتعمل تسبب ضغط للفريق المنافس اللي جاي على ارضهم. حابب اشكر كولر نرجع الشخصيه دي، ان احنا جت علينا فتره بقينا بنقوله لا اللعيبه معذوره، لا الجيل دوت ما شافش عدد الجمهور ده، ما شافش كميه الجماهير دي والشماريخ دي، كانت هي دي حجه فارغه يعني. احنا الجماهير مش هتنزل الملعب، ولا سواء المباراه عندنا في القاهره هنا لو عندنا 50-60 الف متفرج، هو داعم للنادي الاهلي و90 دقيقه بيتشجع وبيخلي اللعيبه يعني تطلع 150% من الباور عندها. بس هرجع اقول ان كولر فعلا يا حاج سليم رجع شخصيه النادي الاهلي، رجع شخصيه البطل اللي كنا مفتقدينها في اخر كام سنه، ان كنا بنلعب بره ملعبنا نقولوا لا الناس دي وبنلتمس لهم الاعذار كمان يا حاج سليم، ولا يا ابو حميد معايا في رايي ولا لا؟ كنا بنلتمس الاعذار للعيبه دي وبنقولوا ان اللعيبه مش واخده على الموضوع الجماهير الكتيره جدا ديت وبتاع، وكنا دايما بنقولوا ان ايه، ان ده سبب كبير قوي في الهزيمه بتاعتنا يعني. بس الحمد لله ان الراجل قدر في فتره وجيزه جدا، في 8 شهور واخد 2 سوبر مصري، واخد كاس مصر، واخد دوري خلاص اهوت. الراجل يعني ما شاء الله، كنا بقالنا سنتين ما خدناش دوري، الراجل يعتبر مخلص الدوري ومفنشه بدري يعني، ما فيش منافس، مش شايفين حد في الدوري بصراحه، فالراجل مخلص كل حاجه من بدري مريحنا. اكتر حاجه اتبسطت منها من كولر في المباراه دي، ان الراجل كان صاحي على الخط، قاعد مركز، شاف ان فريق الوداد الشوط الاولاني لو كلنا خدنا بالنا احنا ما لعبناش لعبنا النادي الاهلي المعتاد، احنا كورتنا على الارض، الناس بنلعب كوره على الارض، حتى ما عندناش اللي هو الفيرود الهيدرز اللي كهربا راجل نكاش بتيجي الكوره بسبب لعبنا الكتير على الارض في منطقه الجزاء، بينكش واحده شبه اللي جابها او حاجات كتير من هذا القبيل يعني، اللي بيهدف فيها كهربا، ان دي طريقه لعب النادي الاهلي. فالراجل خد باله ان اللعيبه بتاعتنا ما بقتش مركزه، وعصبيه حسين الشحات في الملعب وناس كتير اتشدت في الملعب بسبب ان احنا مش عارفين نلعب لعبنا. هم بداوا يلعبوا الكور الطويله، كور اللي احنا مش احسن حاجه فيها، بس الحمد لله رب العالمين. انا يعني بشيد قوي بالذات بعد الهدف او ما حققنا الهدف الدقيقه 77 تقريبا بعبد المنعم وياسر ابراهيم. الصراحه الاثنين كانوا مميزين، وهم مش احسن حاجه في الاطوال طبعا جنب الصامبو وجنب لاعبين الوداد، الا وكان كل كوره طوليه كان الصراحه كل الكور الهوائيه مركزين فيها تركيز عالي جدا، وبيطلعوا القتاليه واخدين الكره الاولى. والحمد لله لعيبه نص الملعب اللي بشكر فيها ديانج بصراحه، اللي كان افضل واحد في نص الملعب في المباراه، كان الكوره الثانيه على طول واخدها دايما. عبد المنعم بيشيل براسه او ياسر بيشيل براسه، كان دايما ديانج موجود ودايما حاضر، سواء هو او مروان عطيه طبعا، اللي يعني الراجل برضو عذرينه، الراجل جاي من الدار للنار، جاي من نادي الاتحاد السكندري، مع احترامنا طبعا لقيمه وقامه النادي الاتحاد السكندري، اللي انا واحد من عشاقه يعني. انا راجل سكندري وبعشق نادي الاتحاد، وياما رحت مدرجات لنادي الاتحاد، وياما شجعت نادي الاتحاد اللي هو طبعا حب بعد النادي الاهلي على طول. فالراجل برضو ما عندوش الخبره الكافيه في البطوله، الا وعمل مباراه كان برضو احسن من غيره يعني. انا كنت بلوم من الماتش ده على حمدي فتحي، وعذره برضو على قد ما انا بلومه ان هو ما كانش احسن حاجه في المباراه يعني. حمدي فتحي ما كانش قادر، رجليه مش شايلاه، الاصابه مأثره فيه، بس هو الراجل عشان برضو السوليه راجع برضو من الاصابه، والسوليه ما كانش اللي هو اللعيب اللي يقدر يديك 90 دقيقه الفتره الاخيره ديت، فهو كان مضطر يبدا بحمدي فتحي.
ولعب ب4-3-3 بالتشكيله اللي بدأ بيها هنا في القاهره عشان حته الانسجام بتاعت اللعيبه. بس برضو كنا بنلاعب فريق والله فنيا فاضي، يعني فنيا وشغل كوره بقى وشغل ملعب. لا، فرقه الوداد فرقه فاضيه، حلولها ضعيفه، حلولها بسيطه، حلولها اللي هي حلول شمال افريقيا المعتاده من 20 سنه 30 سنه فاتت، الكرات الطوليه، الضربات الثابته. يعني لولا برضو ان الفاول اللي حصل مع علي معلول اللي والله بنسبه كبيره جدا انا شايفها اصلا مش فاول. يعني انا مش هتكلم في مواضيع التحكيم او القصه دي كلها، بس اكم من مباريات، يعني لو معلش احنا ما جبناش هدف التعادل دوت، اكم من مباريات في نهائي بتخلص بالحاجات الصغيره دي. يعني فاول ممكن ما يبقاش كان فاول اصلا ويدخل فيك هدف، وكنت تخسر 1-0 من الوداد في المغرب بحاجه ظلم. يعني انا بعتبرها ظلم تحكيمي. على فكره برضو بتحصل مع الانديه المصريه هنا في مصر. لما بتبقى المباراه على ملعبنا لو الفاول فيه 50-50 تتحسب ما تتحسبش، الحكام بتنصف يعني النادي الجماهيري او النادي اللي على المباراه على ملعبه. فالحاجات الصغيره دي جدا يعني في اوروبا يا جماعه والله ما فيش الكلام ده. يعني احنا كلنا بنتفرج في اوروبا التحامات قويه جدا وما بتتحسبش عادي، ومفيش لعيب بيقوم يعترض، ومفيش جمهور بيعمل، وحتى لو الجمهور بيعمل ضجه الحكم اللي شافه بيحسبه، ومن بيحقق العدل. فالمواضيع ديت يعني ملغيه عندهم يعني. طبعا انا عايز اشكر مره واثنين وثلاثه وعشرة كولر للصبح. الراجل كان معاه نفس القماشه اللي مع بيتسو موسيماني. طبعا بيتسو موسيماني طبعا الراجل مشكورا جه في فتره صعبه وحقق فيها انجازات وعمل فيها للنادي الاهلي انجازات، وبنشكره عليها. طبعا موسيماني برضو جه في فتره كفايه ان هو حقق لنا التاسعه اللي عمرها ما هتتنسي، القضيه ممكن بتاعت قفشه اللي عمرها ما هتتنسي بالنسبه لنا. هو الراجل يعني جه في وقت صعب ولعب بطريقه اللي هو بيلعب بيها وبيكسب بيها وفاز بيها على نادي الزمالك وخد بيها بافريقيا مرتين. فالحمد لله يعني كانت فتره من الفترات. بس انا بتكلم ان فتره موسيماني النادي الاهلي ما كانش بيقدم كوره. لا، احنا النادي الاهلي بنحب نكسب وبنحب نقدم اداء كويس وبنحب نلعب كوره كويسه، وحتى لو خسرنا واحنا مقدمين كوره كويسه ما بنزعلش. يعني احنا ما بنزعلش، بيبقوا شايفين ان اللعيبه عملت اللي عليها، المدرب عمل اللي عليه. كولر بصراحه انا بشيد بيه ان هو يعتبر ما جابش غير صفقه مروان عطيه اللي هي لعبت معاه بنسبه كبيره. يعني القندوسي طبعا ما خدش فتره كبيره، اللعيب اللي هو الضوي اللي جه من النجم الساحلي ما خدش فتره كبيره. احنا بنتكلم على الصفقه الوحيده اللي هو شاركت مع الراجل مع التيم القديم كله هو مروان عطيه بس. فالراجل بنفس القماشه اداك كوره كويسه، رجع لك شخصيه النادي الاهلي، رجع لك شخصيه البطل، خلى النادي الاهلي بيقدم كوره كويسه، خلى النادي الاهلي عنده ثبات في التشكيل، خلى النادي الاهلي عندك ثقه ان النادي الاهلي ممكن يروح هناك الوداد يعني بالكتير قوي يدخل فيه هدف واحد، ممكن ما يدخلش فيه خالص الا يعني الكره الثابته اللي هي يعني اللي انا كنت شايفها انها فاول. فالراجل يعني غير من منظومه النادي الاهلي في فتره صغيره. فالراجل ليه بصمه الصراحه في الفرقه، ليه بصمه ان ما جابش الصفقات اللي هو عايزها، وخد معانا زي ما قلنا 2 سوبر مصري، والدوري هو يعتبر مخلصه، وخد الكاس، خد كاس مصر، وخد السوبر الافريقي، واخد رابع عالم للانديه، ورايح دلوقتي هو يشارك في كاس عالم للانديه. طبعا احنا كنا هنشاركه في البطوله من قبل ما ناخدها، بس طبعا ليها طعم تاني خالص لما انت تبقى واخد البطوله وتشارك وتقابل ناس. احنا لعبنا البايرن وكنا بنشارك في بطولات فيها تشيلسي وفيها ريال مدريد، ودلوقتي هتقابل السيتي. فاحنا بنحذر جوارديولا، احنا طموحاتنا فوق اي حد، بنحذر كل الناس دي. حتى لو هنلاعب مانشستر سيتي كل اللعيبه بتاعتنا في نص ملعبها ما عندناش مشاكل. احنا يكفينا الشرف ان احنا بنلعب في البطولات العظيمه دي وان احنا بنشارك في البطولات دي. فانا بشكر كولر على الخامات واللعيبه اللي معاه اللي هي ما اتغيرتش، اللي كنا من كام سنه بنقوله ده يمشي وده ما يقعدش وده مش قد تيشيرت النادي الاهلي ودوت، والكابتن محمود الخطيب ما عملش صفقات وكذا وكذا وكذا، وقطعنا كتير بصراحه، وكان عندنا حق ان ما كناش بنقدم كوره. يعني ما كناش بنقدم كوره. فالراجل يعني خدوا بالكم يا جماعه، اللي قاعد على الدكه ده السوليه كان نجم التاسعه ونجم العشره، والراجل قاعد معاه على الدكه وما اتكلمش وما اعترضش، واللعيبه كلها اللي قاعده دكه. احمد عبد القادر واخد البطوله بتاعت
البطوله العاشره خدها عبد القادر، فيعني وشريف لاعب دكه واخد برضو البطوله العاشره. فيعني اللعيبه اللي قاعده دكه مش لعيبه هينه، يعني لعيبه فشخصيه الراجل سلسه وبسيطه ومحبب الناس فيه. اللي قاعد دكه مبسوط واللي بيلعب مبسوط، اللي بيشارك مبسوط واللي ما بيشاركش مبسوط. واحنا كجمهور الاهلي اصلا ابتسامه الراجل على وشه الابتسامه السويسريه دي كده، هو جاي ايه تحس ان اسنانه كلها ايه لولي والماظ. وهو يعني سبحان الله النادي الاهلي وجماهيره دايما عندهم حته القبول وعدم القبول للمدرب. يعني مثلا موسيماني لما جه فتره الناس كانت قبلها تحس ان هو ايه راجل من الناس اللي عامل شبه السودانيين والناس الاسوانيين اللي في بلدنا، اللي هم ناس الطيبين الحلوين دولت كده، البساط اللي ما بيزعلوش حد منهم. فكان الراجل عنده قبول حتى لو ما كانش بيقدم لنا الكرة اللي احنا عايزينها، بس كان بيحقق لنا الغرض اللي احنا عايزينه. انما دلوقتي الحمد لله جالنا مدرب مش انا ما بحبش يعني التفخيم زياده عن اللزوم. يعني انا الراجل شايفه ان مدرب جيد، شايفه ان الراجل حقق اللي مطلوب منه زياده، ومن غير ما يطلب صفقات ومن غير ما يطلب ناس، ولسه اللي هو طلبه ما جالوش. الراجل خد كل اللي هو عايزه وحقق للاداره كل اللي هي عايزاه بالخامات اللي موجوده، بحب الناس، بحب الجماهير، بحب اللعيبه. الراجل عمل حاجات كتير حلوه. فانا ببارك لكل الناس اللي منوراني على اللايف، وكل اهلاوي محترم بالبطوله ال11، وكل اللي كان معايا على اللايف اللي قبل اللي قبل المباراه بتاع ليله المباراه، كل الناس اللي سمعتني شافتني والحمد لله دايما والله مش بشكر في نفسي، بس معظم زمايلي واصحابي وحبايبي واهل منطقتي اللي كانوا دايما بياخدوا برايي وايه رايك في نتيجه المباراه وشايف الدنيا بتبقى رايحه فين او جايه منين. دايما سبحان الله في مطوشه الاهلي اغلبيه التوقعات الحمد لله دايما بتبقى صحيحه بشهاده ناس. يعني لو الناس اللي هتشوف الفيديو دوت اكيد هتخش تشارك وتقول لا والله الراجل عنده حق، الراجل بيقول توقعات سبحان الله. يعني وليه ميزه كده دايما بتبقى عندي في منطقتنا وفي دايرتنا وفي القهوه المميزه اللي انا بحب اتفرج عليها عندنا في سيكلم. حتى يجي النادي الاهلي في المباراه في ظروف عصيبه كده في المباراه، بقوم كده بطريقه طريفه وبضحك وسبحان الله بتسيب معايا دايما. هم جاي مسح الشاشه واقول ان شاء الله الاهلي هيهدف دلوقتي او 5 دقايق والاهلي هيهدف او 10 دقايق، تسيب بعديها ان الاهلي هيهدف بعد 5 دقايق و10 دقايق. ما اعرفش بقى ليها شعوذه مني، هل هي حاجه كده من ربنا سبحانه وتعالى بقى مدياني كده دايما بتسيب معايا بنسبه كبيره. فالحمد لله دايما بيبقى دايما وش حلو على الناس، والناس حتى اللي بقت بتطلب مني خالد امسح الشاشه وان شاء الله هنهدف وان شاء الله مش عارف ايه. فبدات الحاجات دي بقت بالنسبه لي حاجات لذيذه وبتفرحني، ولما بلاقي الناس بتطلبها مني بتفرحني، ولما بلاقي الناس كلها فرحانه ان انا يعني بلاقي ناس يعني انا مثلا كنت في شغل امبارح وغصب عني ما قدرتش اتفرج على الماتش في المنطقه عندنا، واتفرجت على قهوه قرب شغلي عشان انا كنت شغال بالليل، وولعنا شماريخ وخربنا الدنيا وولعنا الدنيا في العجمي، وكنا فرحانين ومبسوطين كلنا الحمد لله، وقدرنا ان احنا الحمد لله نفرح ونتبسط. ووالدتي والله اتصلت بيا وقالت لي ده اكتر من 100 واحد واقفين تحت البلكونه عاملين ينادوا انزل يا خالد انزل يا خالد عايزين نحتفل انزل عايزين نفرحوا، لدرجه ان والدتي طلعت غنت معاهم وبتاع وقالت لهم والله خالد مش هنا خالد في الشغل. فكانت حاجه من اكتر الحاجات اللي بسطتني ان بلاقي الناس في غيابي فاكراني، وبلاقي الناس في واخداني ان هي انا مش بقول الحمد لله ان انا راجل اهلاوي زي اي واحد فيكم وزي اي واحد فيكم معايا على اللايف، ببقى فرحان وببقى مبسوط وعندي غيره على الفرقه، وبقى انا يعني عريس المهرجان زي ما بيقولوا بالنسبه لي محمد عبد المنعم، اللي اتمنى كل اهلاوي في مطار القاهره يقابله يحضنه حضن الام حضن الاب حضن الاخ حضن اي حد. الراجل ده يا جماعه راجل مدافع على مستوى. انا يعني قبل ما اتكلم على محمد عبد المنعم انا حابب بس اشيد بمستر كيروش اللي ظهر لنا موهبه لافريقيا وللنادي الاهلي، والراجل ده يستحق يلعب في اوروبا كمان على المستوى اللي هو بيقدمه دوت. بشكره على ان هو ظهر لنا الحته دي. يعني النادي الاهلي لولا ان كروش انضم محمد عبد المنعم للمنتخب وظهر في البطوله الافريقيه بالمستوى الجامد جدا ده اللي خلى مدافع زي كولوبالي يقابله ويحضنه، حتى بعد ما احنا ما وفقناش الحظ ولا خدنا بطوله افريقيا ولا وصلنا كاس عالم.
ان الراجل بقيمه كولوبالي ومدافع لعب في اوروبا ولعب في نابولي وبيلعب في تشيلسي يروح له وشايف هو امكانيات اللاعب اللي قدام منه عامله ازاي في السن الصغير ده. فانا بشكر كروش قبل اي حد ان ظهر لنا موهبه جامده جدا زي محمد عبد المنعم، اللي لولاه ما كانش النادي الاهلي رجعه من الاعاره، ولولاه ما كانش النادي الاهلي فكر يرجع عبد المنعم، او كان عبد المنعم ممكن كان اختفى عن الساحه الرياضيه خالص، او كان زيه بقى زي اي مدافع موجود في سيراميكا، في المقاولين، في طلائع الجيش، في اي حته يعني الناس مش شايفاه. فالراجل بصراحه انا دايما عندي حته ان الاجنبي عندنا هنا في مصر الكوتش بيبقى عادل بنسبه كبيره. يعني طبعا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هو العادل، مفيش حد عادل غير ربنا سبحانه وتعالى. بس انا بتكلم ان الاجنبي بيبقى عنده حته العدل اكتر من المصري. المصري ممكن بيحب ويكره، عنده الحته دي كتير موجوده. فانا طبعا لازم اناشيد بعبد المنعم ان الراجل خلص لنا المباراه في ظروف صعبه، في ظروف ان احنا مش عارفين نلعب كورتنا المعتاده، مش عارفين نلعب كوره على الارض، مش عارفين نمسك كوره، اضطرينا نلعب كورات طوليه. حسين الشحات بيلعب كورات من على الاطراف طوليه، عرضيات مش متعودين عليها بتخرج بره الملعب. فبشكر علي معلول على العرضيه اللي تتشال على الراس ديت، وبشكر عبد المنعم اللي هو عبد المنعم في الفتره الاخيره في النادي الاهلي يا جماعه احسن من 50 فرود لعبوا في النادي الاهلي. الراجل بيلعب بالراس احسن من احسن فراوده لعبت في النادي الاهلي اخر سنتين وثلاثه واربعه. وطبعا حابب اشكر محمد صبحي دوت ابن خالي، الراجل قبل المباراه وكان معايا على اللايف اللي قبل دوت بتاع ليله المباراه، وتوقع النتيجه زي بالظبط، وقال ان 1-1 ان شاء الله. كان هو من اول الناس الصراحه اللي قالوا النتيجه 1-1. منورنا يا محمد على اللايف، وان شاء الله هديت التوقع كوك ان شاء الله يا عم. اعدي لك الهديه عشان انت تستحقها، مش عشان انت قريبي، انا هديك الهديه عشان انت تستحقها، عشان انت الصراحه من اول الناس اللي كتبت 1-1. ان شاء الله المباراه تخلص 1-1. وكان الحمد لله دايما يعني بيبقى توقعك برده كويس يا محمد، منورني والله. وان شاء الله مش هنساك يا عم في الهديه. ببارك لك وببارك لك وكل جمهور النادي الاهلي اللي مشرفني، والناس اللي انا يعني بحبه اطلع اشارك معاهم. انا يعني دايما ببقى فرحان وببقى مبسوط لما بلاقي الناس بتخش تشارك. احمد صلاح الراجل المحترم اللي دايما بيخش يعلق معايا على اللايف ودايما مشاركني، الحاج سليم اللي حابب بس اقرا الكومنت معلش بتاع احمد عشان ما يزعلش، بيقول الحمد لله على الفوز العظيم، بس انا كنت متوقع هدفين الاهلي علي معلول ومحمد شريف، وكنت متوقع فوز الاهلي بالبطوله الحمد لله. فالحمد لله يا احمد، انت كفايه وشك الحلو، كفايه وشك الجميل اللي دايما بتشاركنا بيه، ودايما بيبقى وشك حلو علينا. فانا هسمعك حاجه حلوه كده قبل ما نرجع نكمل كلامنا ان شاء الله. سمعك حاجه عشان انت تستحق والله احمد، انت راجل محترم. وهسمع حاجه برضو لمحمد صبحي عشان توقعه الجامد ده. فنسمع حاجه مع بعضينا كده نهيص ونفرح بيها عشان البطوله الجامده دي. خد يا صبحي دي اسمع. الفرحة دايما ليها حل، الجو فيه السعادة بجد، الصبح رقص ورقصة من سهرة، هو الحظ ايه اللي احنا فيه، ليلة مغفرة عاملين ابتداء، اللي مرحب ايديه انت معقدة ليه، بنت جبتهاش ما بنتهاش فيه، هو الحظ ايه اللي احنا فيه، ليلة مغفرة عاملين ابتداء، اللي مرحب ايديه انت معقدة ليه، تعالي 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 روزي يلا يلا يلا. ايه ايه اهلي يلا قولوا له مبروك يا اهلي. ايه الليله عيد، الليلة عيد، الليلة عيد، يلا نطلع من الأمريكا مع بعض نقوم سوا نرقص ويا الناس، يلا نضحك 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 وانتوا مش ويانا يا حياتي ايه بتضحك علي. ما نفرحش ليه احنا ناقصنا ايه اديها فرصة عوض اللي فات يلا ادي ايه نفوز على الدنيا جد ومش هزار اللي جاي يلا اعملوا الموضوع. احنا ناقصنا ايه اديها فرصة 11
مبروك للاهلي يلا. الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد خيال عالي طلبا كعشاء لاني قال زمان الحزن غير مبروك مبروك. مش يعيش باشا وسلطان زمانك الدنيا حروفها وش كل عمو محمد بعدت كده يعني قولي له باي باي. ايوه ايوه حبيبي يلا ايه. نفرح نفرح يلا. استني بقى نسمع حاجة تانية عشان احنا النهارده ايه مبسوطين صح؟ مش احنا مبسوطين يا توتا؟ ثانية 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 ثانية. حد عايز يسمع حاجة معينة؟ حبيبي أحمد عقبال يا رب ما تفرح بأولادك يا رب. نسمع دي الأول. راجل في الملعب يلا غنى يا توت. أهلاوي شيلي العب أنا دي. يلا أهلاوي بلاد الوطنية أهلاوي فوز ذلك لا مش كده. أهلاوي يلا يلا. أهلاوي أنا والفخر ليا أنا نادي القرن في القارة وأعيش وأموت وأفضل عشانه